طبعا يا جماعه قلنا 100 مره الشحم لازم يكون موجود. يعني السخام ديت انا لسه فاكه وشغال فيها اهوت، ديت الطبعه اهيت. طبعا كانون 3010. طبعا الفني اللي كان شغال في السخان ما كانش حاطط شحم نهائي، ما كانش حاطط شحم نهائي. الجراب الى حد ما سليم تمام، ما فيهوش اخرام، ما فيهوش قطع او اي حاجه، بس الجراب ما كانش بيلف معانا، وبالتالي اثر على الجراب، فبدأ الجراب يتاكل وينحل من نفسه كده يعني. فبننوه يا جماعه وبنقول لازما الشحم يتحط. يعني مش هتغرم حاجه لما تشتري علبه شحم وتخليها معاك وتشحم بقى الجراب. ما ينفعش الجراب يتحط من غير شحم، لان الشحم ده هي الماده اللي بتساعد على ان الجراب يمشي معاك بسلاسه وما يعملش معاك مشكله حشر. فيا ريت كل فني ما ينساش موضوع الشحم ده يا جماعه، ويتقي الله في شغله. السلام عليكم.